ازيك يا حبايب ام روفان؟ ايه يا ام روفان؟ خير؟ ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه مفيش حاجه، في حاجات ايه؟ الفيديو ده بس استنوا تاخدوني في توجه. اهم حاجه متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، في اوله وفي نصه وفي اخره تطمنوا كده ان انتوا عملتوا اللايك والاشتراك عشان قناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلدي مع ام روفان ايه؟ النهارده يا جماعه طبعا احنا صايمين. ده تالت يوم بقى، ده تالت سحور للسحار. لا تالت سحور، ده تالت سحور للسحار واحنا صايمين 13 و14 و15. ده سحور 15. طبعا العيال زهقوا يا جماعه من الفول والطعميه والبيض. طبعا انا كنت منزله على شرطه السحور بتاعنا بتاع 14 اللي احنا صمناه النهارده. مش عارفه الفيديو ده هينزل امتى، بس السحور اللي انا كنت منزلاه ده بتاع صباح يوم 14 رجب. كل سنه وانتم طيبين. اهم حاجه طبعا روفان صايمه، اكتبوا لها في الكومنتات يعني استحملي يا روفان. لا روفان بتصوم اول مره، روفان بنتي تصوم رجب، لكن رجب وهتصوم شعبان كمان. بس كانت على طول السنه اللي فاتت اول مره تصوم رمضان كله لحد المغرب. هي تعبت يومين بس بصراحه. طيب ايه يا ام روفان؟ خير؟ طبعا مفيش اكل، مفيش مطعم جايباه وهعرضه لكم، بس في حاجه رخيصه والله. انا اثبت لي ان الناس هي اللي مش الناس كلها، معظم الناس بتستغل الاسعار يا جماعه. ليه يا ام روفان؟ بتاع مخبز والله يعني تحيا الصعايده والله العظيم. ناس عندها ضمير، بصوا وعندهم صبر يعني ايه والله. بحيي الصعايده اللي جم بلدنا وفتحوا مطاعم وفتحوا مخابز. اسعارهم والله حلو يعني. في ناس مثلا ايه المشكله لما تكسبي؟ لازم تكسبي 30 40 100 جنيه. ايه المشكله لما تكسبي 5 6 جنيه في الحاجه؟ فالصراحه تحيا الصعايده الصراحه احسن ناس والله العظيم، والله احسن ناس. فاتحين مطاعم عندنا هنا ومخابز، ولسه واحد فاتح مخبز جديد. واقول لكم الاسعار اللي كنت بجيبها الاول والاسعار اللي جبتها من المخبز ده. انا طبيعي لما بجيب من اي حد يعني عايزه اللي هم بييجوا يفتحوا عندنا، اللي هم الزائرين دول، لا اسعارهم بتبقى حلوه جدا. يعني في ناس بتبيع اللحمه ب 280 بلدي، انا جايباها ب 280 وقبلها كنت جايباها ب 300. عرفتوا بقى اللي فيه استغلال شويه؟ ايه؟ ماشي. طبعا ايه نزلت ايه لقيت بقى احتفال وحاجات كده، مخبز فاتح جديد يا جماعه. فقلت ايه اجرب كده واشوف الاسعار. ده قرص بالعجوه، فينا هو بيبيعها بجنيه ونص. إيه انا بجيبها ب 2 جنيه، هو بيبيعها بجنيه ونص والله العظيم. بصوا حاجه كده فاخر من الاخر. إيه دي بالمربى، دي بالملبن. دي بردك بجنيه ونص يا جماعه، وبجيبها ب 2 جنيه ونص مش ب 2 جنيه. القراقيش بجيب الكيلو ب 75 جنيه، هو بيبيعه ب 55 جنيه يا جماعه. كيلو قراقيش والله العظيم انا بجيبه يعني. في ناس بتبيعه ب 75، في ناس بتبيعه ب 70، هو بيبيعه ب 55 جنيه كيلو قراقيش. طبعا انا اتسليت بعد الفطار بكام واحده كده. ده قولي اتسليت كام واحده؟ ربع كيلو اتسليت يعني. وده طبعا كان طبق بتيفور. ده بكام يا ابو محمد؟ ايه؟ بيقول لك طبعا هو كان كيلو، بس روفان بسم الله ما شاء الله ده ندلت فيه. الصف على ده ما يجيش ربع كيلو، بس هو جايب الكيلو ب 100. احنا بنجيبه طبيعي ب 120 جنيه، 20 جنيه فرق يا جماعه. ماشي. والبقسماط يا ابو محمد؟ والبقسماط ده جايبه ب 60، انا بجيبه ب 70. البقسماط ده جايبه ب 60 يا جماعه، انا بجيبه ب 70. ماشي. فرق بردك 10 جنيه. انا بقول له حتى الاسعار دي عشان الافتتاح. قال لك لا الاسعار دي شغال. يعني الناس التانية بتعمله بدقيق، هو بيعمله مثلا برده، عشان كده بينزل الاسعار. يعني مش عارفه، يعني انا مش عارفه يعني هو الراجل ده بيبيعه لا والله دقيق دقيق الرده بتبقى غامقه. اللحمه جايباها ب 280، وقبلها كنت جايباها من واحد تاني ب 300. يعني انا مش عارفه الناس دي في ايه بالظبط. يعني الناس مستحمله بالعافيه يا جماعه، والناس بتستغل الواحد. البصل الصعيدي يا جماعه كان واحد معدي عندنا هنا. جبت صعيدي. ايه المشكله؟ والله حلو. الاثنين ب 25، جبت 4 كيلو بال 50. اهم حاجه اللي هو اسمه بصل. اهم حاجه اللي هو اسمه بصل. ايه المشكله؟ والله حلو. انا عمري ما اشتريته، كنت دايما بشتري البلدي الاحمر او الاصفر. بس والله ناس عليه 2 ب 5 كيلو ب 12 ونص يا جماعه. اللي البصل لما كان بيوصل ب 10 جنيه ما كناش بنجيبه. نقول لا لا لا, لا لما ينزل الخمسه ب 10. ماشي. ففكره الفيديو النهارده يا جماعه
الاسعار. حاولي كده ما تبقيش تقيله وتنزلي مثلا تلاقي الراجل بيبيع الحاجه ب20 تقولي ايه الحاجه غاليه، لا صدقيني هتمشي خطوتين هتلاقي واحد تاني بيبيعها ب15. طيب ماشي استنى، فخليكوا بقى معايا هنظبط الاطباق اهو وهنرجع معاكم. نسيت اقول لكم صحيح، ولادي استنى، ولادي يا جماعه زهقوا من الفول والطعميه والكلام ده، فقالوا لي يا ماما في الاول لا قالوا يا يعني هي لكاكه بس ما كملتش الكلام، قالوا عايزين ناكل الاكل ده يا ماما مع لبن او سحر. يا جماعه ده اكل ينفع سحور؟ لا يعني ده اكل ينفع سحور؟ فقال لك يا ماما احنا اللي هناكل، يعني احنا ما عندناش صغير، احنا اللي هناكل. فده هيبقى سحورنا النهارده. فتعالوا بقى نفرغ، انا لكيت معاكم كتير، فتعالوا بقى نفرغ معاكم الحاجه ونوريكم ايه سحورنا النهارده بتاع مربان وعائلتها الكريمه بصوا يا جماعه، ام عيله قال لي بقول لك يا ماما انت تعبتي من الصبح ترويق، كنت قلبه الشقه وتمحيط وفطار. طبعا انتوا شفتوا على الشورتس يا جماعه انا كنت عامله فطار وبهدله بعد الفطار كاننا في رمضان والله، بلح بقى وبرتقال وكده. فقال لي لا يا ماما بقول لك ايه بلاش اطباق وكده، انت هتحط لنا الاكياس كده، حط لنا اللبن هم عاوزين يشربوا لبن مستحمل. وبعد كده احنا هناكل براحتنا، وبعد كده لم الليله دي من غير اطباق ولا اي حاجه. ولادي تربيتي والله تربيتي عندهم اصل بيتمر فيهم ال9 اشهر. فدي فكره الفيديو يا جماعه، استغلال يا جماعه، مش كل الناس بتبيع الحاجه غاليه، في ناس عندها ضمير بتبيع الحاجه رخيصه. في حاجات غليت كتير بصراحه، بس في حاجات يعني غالي رخيصه والناس بتستغلنا احنا. فلو عجبكم الفيديو فكره الفيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تبقى بيكم يا جماعه. كله بالبلد ايه؟ بلدي مع ماما كويس. يلا بحبك وراح الفيلم يلا انا فصلت والله. على فكره يا جماعه الساعه كام دلوقتي؟ الساعه يعني بالظبط 3:30 و5 بالليل، هيتسحروا قبل ما الفجر يبدا. بحبكم.